ايوه، ما عدلناش عيش هنا. ورطنا الراجل ما فيه الكفايه. ادي انت بتقول خليل هرب، وده اكبر دليل على انه هو اللي عمل العمله السودة دي. اتفضحنا بما فيه الكفايه. من جهة اتفضحنا حصل، بس انت مالكيش ذنب يا استاذ نعمت. ازاي ماليش ذنب؟ ما هو كل ده في وشي، في وشي انا يا سي عبد المجيد. عندك حق يا استاذ نعمت، عندك حق. لكن ارجع واقول لك، انا لو منك اتخلص من اللي جايبين لي البلاوي دول كلهم. انا هلم عيالي وامشي، وخليك انت في بيتك ومطرحك، وساعتها مفيش حاجه هتعيبك ابدا يا ست الستات. واذا كان على الارض ما هياش جريمه يعني. لا يا سي عبد المجيد، هنمشي كلنا. ايه يا ولاد بتعيطوا ليه؟ نصيبنا كده، ربنا مش رايد لنا. بقى ده اسمه كلام يا استهانم؟ بقى هتسيبينا وتمشي؟ ده احنا من غيرك منسواش تعريف. لا شد حيلكم مال، لازم المزرعة تفضل شغالة وعال. ولا شغالة ولا عال ولا حاجة أبدا. ما تقولش كده يا فتحي. جاهزة يا جمالات؟ ايوه يا اختي. يلا يا ولاد يلا بسرعة. خد يا سي فتحي، دول مفاتيح اللوري، يبقى سلمهم للبيت. بقى ده معقول؟ الله يجازي اللي كان السبب. يلا يا ولاد. يا سي فتحي، يا سي فتحي. ايه مين عايز ايه انت كمان؟ جماعة من مصر جايين يسحبوا المكن. مكن ايه؟ هو ده وقته؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا جواب عشان نستلم كل المعدات وماكينات المية. ايه؟ ومين اللي اداك الجواب دي؟ الست راجية في مكتب محمود بيه. اعمل ايه يا استاذ نعمت؟ اسلمه المكن؟ الست راجية هي اللي بعتك؟ يعني مش محمود بيه اللي قال لكم؟ لا مش محمود بيه. هيخربوه، خلاص اتخربت، عليه العوض ومنه العوض. ياه بالسرعة دي! يا شمت العدوين فيك يا نعمت. تعالى تعالى يا اخويا استلموا المكن، تعالوا. ايوه يلا معاهم دينا. استنوا هنا، المكن ده مش هيمشي من هنا، وراجية مش هتمشي في جنازتي وانا عايشة. عندنا اوامر يا ست. اوامر من مين؟ الوحيد اللي يدي ويأمر هنا محمود بيه. روح قول لها انا قاعدة والمكن مش هيمشي من هنا. مفيش قشاية هتخرج من هنا يا رجالة، فاهمين ولا لا؟ روح قول لها ان نعمت لسه عايشة، وانها هتطلع المية من الارض وهتزرع الارض. ساعتها لو صاحب الشأن مش عايزنا هنبقى نمشي. يلا يا اخويا يلا اتفضل انت وهو، اتفضل يلا. حاسب انا ذنبي ايه؟ الراجل ملوش ذنب يا سي فتحي، الراجل عبد المأمور. اسكت انت. رجعوا هدومكم وحاجتكم يا ولاد، لازم نعمل المستحيل عشان نصلح اللي وقعنا فيه ده. ايوه كده، كنت هتسيبينا وتسيبي حاجتك لمين؟ ينصر دينك يا استاذ نعمت، اهو كده. هات المفاتيح يا اخويا، هات يا اخويا يا سي فتحي. اتفضل اهي. هايل يا محمود. عجبك التخطيط؟ قوي قوي. نبتدي بقى ندور على المكان ونجهز نفسنا للتنفيذ. محمود، هو كله عندك شغل شغل؟ احنا لسه ما قلناش حاجة ابدا في الشغل. شوف يا محمود، انا عندي مبدأ، احنا مش عايشين علشان نشتغل وبس. انا معك اننا لازم نشتغل، بس مش لازم الشغل ياخد كل وقتنا، لازم نعيش حياتنا ونتمتع بيها. ايوه عندك حق. عارف يا محمود، كان ايه الخلاف اللي بيني وبين جوزي الله يرحمه؟ الفلوس. الفلوس كانت بتخليه عايز يجيب فلوس اكتر، وبالتالي كان عايز يشتغل كل دقيقة من عمره. الشغل كان كل حياته. محمود مالك؟ انت زعلت؟ لا، هزعل من ايه؟ علشان جبت سيرة جوزي؟ لا ابدا ابدا، هو فيها ايه؟ محمود. ايوه يا راجع. اهلا نجوان. اهلا يا راجع، ازيك؟ الحمد لله بخير. محمود، انا بعت ناس المزرعه علشان نتكلم في الموضوع ده بكره يا راجع. صحيح عندك حق. عن اذنكم. اظن بقى مش هنقعد هنا اكتر من كده بعد كل اللي قلته لك. ايه رايك نقعد في حته هاديه ونتكلم في بقيه الشغل، مش كده؟ بالثلث. انا حزين وبدون تعقيب، لولا الملامة كنت غرقت في الشرب. يا عبد المجيد، وهي دي ظروف كنت تشرب فيها؟ يا ولية جهلة بقولك كنت يا عالم يهو. المركب ماشية عال العال، والست قلبها زي الحلاوة، بتحب الخير الدنيا كلها وعاوزة فايدة الجميع، واللي معاها مش ليها. انا وانت والعيال بقينا فل، والراجل كان طاير بيها من الفرح. فجأة ومن غير استئذان تحصل البلاوي دي كلها. صدفة؟ مش ممكن. طب ليه؟ طب افهم ليه؟ اللي هيجاوبني هديله ال5 جنيه اللي معايا. طب اسكت بقى،
اسكت ما تبكنيش. لا عيطي. ما بككيش ازاي؟ عيطي. اذا كنت انا راجل الباب ده ما يعدينيش ونفسي اعيط. طب بس افهم ليه؟ بس بقى يا عبد المجيد اسكت يا عبد المجيد. اسكت ولا تهبب ب60 داهية اهو كل واحد. طب بطل بقى يا اخويا عشان تعرف تسوق اللور الصبحي. لا ليا مزاج اسوق لوري ولا يحزنون. نفسي مسدودة. طب الارض ما طلعش فيها مية ليه؟ عبد المجيد انت رايح فين؟ نعمة بعتني مشوار. فين؟ انت مالك انت؟ اتفضل يا فندم اتفضل. متشكر. اهلا يا محمود. اهلا بيكي. كل سنة وانت طيبة. ميرسي وانت طيب. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ انت مش عازمة حد ولا ايه؟ مش احسن؟ بيني وبينك انا ما بحبش الزيطة، وقلت احتفل بعيد ميلادي معاك انا وانت وبس. مش احلى؟ الحقيقة ده شرف كبير. وهعتبر السنة دي احلى عيد ميلاد في حياتي. انا مش عارف الحقيقة اقول لك ايه. انا ما تقولش، خليني انا اقول. اتفضلي. الله الله يا محمود، ايه الهدية الحلوة دي؟ دي حاجة بسيطة. بسيطة ازاي؟ ده عقد حلو قوي. كلك ذوق يا محمود. على فكرة انت بتجامليني زيادة شوية. على فكرة انا ما بعرفش اجامل. وايه جو الشموع الهايل ده؟ بحاول اغير دايما علشان نجدد طعم الحياة. مالك يا اختي؟ مالك يا حبيبتي حاطه ايدك على خدك ليه؟ امال عايزانا زغرت يا جمالات؟ هو في حاجه تبسط وما انبسطتش؟ على قولك يا اختي